أسيادنا راضيين عليك. هند صغير أقول لكم النص ساعة اللي جاية هتمشي ازاي. هي للأسف مش هتبقى ساعة ونص علشان المدينة بالنسبة للكمية كويس؟ آخرنا 8 مش كده؟ وعلشان كده هنقدر نكمل على 8 ده الخبر اللي جاي من شوية. ولكن زي ما قلت لكم بدل ما محاضرتنا بتكون 3-4 ساعات ان شاء الله في اخر قبل ما نخلص النهارده ان شاء الله هيكون في عدد من المفاجآت اللي تخليكم باذن الله تحصلوا على كم اكبر بكتير جدا جدا من اللي احنا قلناه النهارده خالص ان شاء الله. عندي هنا 3-5 دقايق عن الاسم العلمي. كام واحد من اللي قاعدين قدامي سمع عن المشروع ده؟ رائع ما شاء الله لا قوه الا بالله. جميل جدا جميل. ممكن لو سمحتم ناخد الكلمتين اللي جايين جد. الكلمتين اللي جايين دول لو حضراتكم فهمتوهم بشكل صحيح هيفرقوا في دماغكم. لو فهمتوهم بشكل مخطئ ممكن تكرهوهم. من سنتين كنت من اشد المؤيدين لفكره الاسم العلمي. وكنت شايف ان فيها خلاص لكل مشاكل الصيدلي المصري داخل صيدليته. وكنت حاسس انه مجرد ما يطبق خلاص كده الصيدلي خد كل الحقوق. عايز ايه تاني؟ هيتعامل داخل صيدليته ولا يفوق على السلام هيتعامل داخل صيدليته بمنتهى الاريحيه خلاص. ولكن سالت نفسي السؤال ده واتس نيكست؟ دكتور اسراء صح؟ يسرا دكتور يسرا ركزي معايا الله يهديني وكل الناس اللي ممكن تكون مقتنعه حتى الان بالاسم العلمي علشان ما حدش بلاش نقول ما حدش فينا. ماذا يحدث لو اتطبق فكره الاسم العلمي النهارده؟ بكره الصبح هيخش لك مريض ركز مع الله يكرمك في مشهد ولو حسيت بتعارض وقفني. المشهد كالاتي: انا معتمد على الاسم العلمي دلوقتي. هيخش لي المريض السلام عليكم انا عايز العلبه البيضه دي اللي اسمها زنتاك 150 مللي اللي الشريط منها ذهبي ب 10 جنيه. خلاص؟ لنفترض ان اللي اتغير كلمه زنتاك اتشالت وتحط كلمه رانيتيدين. اوكي؟ حاضر يا حاج. دخلت جوه الاسم العلمي مفيش زنتاك. مفيش رانيتيدين بتاع شركه جلاكسي. خلاص؟ بس عندي رانيتاك. خلاص؟ اللي هو رانيتيدين العلبه الخضراء اللي فيها شريط ذهبي برضه بس صغير شويه وب 6 جنيه وربع. لو رجعت فيه واديته للمريض وقلت له اتفضل يا حاج الاسم العلمي اهو رانيتيدين بس ده علبه بيضه وده علبه خضراء، ده ب 10 جنيه الشريط وده ب 6 جنيه وربع. سؤال وجاوبيني بصراحه، المريض هياخد؟ ليه؟ علشان هو لم يثق فيك. انا تبقى سياسه الدواء على راسي من فوق. الطبيب قايل له هتنزل الصيدليه تاخد الشريطه ب 10 جنيه. بل بلاش الطبيب هو ماشي على الشريطه ب 10 جنيه. اسهل كلمه هيقولها لك اصل انا مرتاح على العلاج ده. مش كده؟ ولا سياسه الدوله ولا الدنيا. خلاص؟ ثواني كده. ايه اللي خلاني اسال السؤال ده؟ لاني حطيت نفسي في الموقف ده واكتشفت بلوى سياحه. يتصدر المشهد الاعلامي المدافع عن فكره الاسم العلمي عدد من الصيادله النقابيين وغير النقابيين حاليا. انا عايزك تركز في كل حرف بيطلع من بقي دلوقتي علشان كمان شويه سنه سنتين هنكتشف شويه حاجات انا دلوقتي بلمح عنها. شويه من النقابيين وغير النقابيين حاليا وتلاقيهم في المؤتمرات الاسم العلمي هو حل. سالتهم واحد وعرضت عليهم المشهد ده. ممكن حضرتك تقول لي الاسم العلمي هيفيدني ازاي في المشهد ده اللي هو غالبيه اللي بيحصل داخل الصيدليه اساسا ممكن يكون قائم عليه تكرار دواء؟ محدش منهم بطل نهائيا. يقول لك المريض هيتعود يبقى قابلني. المريض المصري شكاك بطبعه. خلاص؟ ولو ما لقاش العلاج بتاعك او بتاعه اللي بيرتاح عليه في الصيدليه وهو ما بيثقش فيك
هيسيبك ويلف على 17 صيدليه لغايه لما يلاقيك. ماذا يحدث لو العكس حصل؟ مفيش اسم علمي متطبق، ولكن المريض المصري بيثق فيك كصيدلي مصري. انت لوحدك دون من ال10 صيدليات اللي حواليك، انا ما يفرقش معايا الموضوع متطبق على مستوى عام ولا عليك انت لوحدك. دخلك انت لوحدك، دكتور بس انا عايز العلبه دي زنتات 150 مللي جرام ب 10 جنيه اشتريت. طب بص يا حاج، انا عندي حاجه هيها بالظبط، نفس الاعراض نفس الاعراض الجانبيه نفس كل حاجه، بس السعر مختلف وارخص لك ارخص لك ب 6 جنيه وربع بس، وهي على ضمانتي يا حاج. على ضمانتك يا دكتور؟ على ضمانتي يا حاج. خلاص يا دكتور انا عارف ان انت مش هتاذيني. هل سؤال احتجت الاسم العلمي في حاجه؟ لا. يعني الناس اللي بتطالب دلوقتي بالاسم العلمي عارفين انهم بيجروا ورا الصراط. اللهم اني اشهدك اني لا اعلم ولكني اخمن. هم عارفين ان هم بيجروا على حاجه مش هتطبق اصلا. اللهم اني اشهدك ولكني اخمن مش هيطبق. اتشال وزيره، حط وزير تاني واتطبق الاسم العلمي، جه وزير ثالث هيروح مرجع كل اللي كان قبليه ويقلب ومفيش اسم علمي. ما تحطش مشاكلك على شماعة حد غيرك. عايز تحل مشاكلك حلها انت في صيدليتك لوحدك. انت تحل في مشاكلك لوحدك، وغيرك يحل في مشاكله لوحده، وغيره في مشاكله لوحده، وغيره في مشاكله لوحده، وغيره في مشاكله لوحده، هتلاقي مهنة الصيدلة كلها ممكن تكون مشكلة اتحلت بإذن الله. أرجوك ما تعتمدش على إن حد يحل لك مشاكلك. ده الشاهد. 2. search the need behind the need. ابحث عن الحاجة وراء الحاجة. هي الحاجة من الاسم العلمي ايه؟ مش ان الاقتصاديات الصيدلية عندي تتحسن، مش ان المريض يسمع كلامي. طب انا ممكن اخلي المريض يسمع كلامي والاقتصاديات الصيدلية تتحسن لو زود ثقتي او ثقته فيا. وده اللي هيحصل ان شاء الله لما الصيدلي المصري يطور نفسه. فاضل حاجة واحدة، اغنيتين مش اغنية واحدة، هتخسري كتير، هتخسري كتير. وعلى فكرة انا فاضل لي 10 دقايق بس، بلاش مفتكري انه قلت لك بلاش. انا بهزر لو عايزين بس اللي هي 22 ساعة هتبقوا ضبطين دعوة صراحة. ولا مش عايز الأغنية الأولى طريقة الفنجان عبد الحليم حافظ. أي حد عايز يسجل يسجل مش مشكلة. أيوه أنا معاك. بعد ما الناس تمشي أنا قاعد، اللي عايز يسأل يسأل. أنا السؤال ده عايز أنفع معاه بعد. أنا دوك يا معلم اسأل دلوقتي قبل الأغنية. لا دي أغنية مش كده. بالنسبة لحضرتك بتتكلم بتقول يعني ضمن الحاجات الكلام عن التدريب وعن المريض بآخر النقطة بتقول كل حط نفسك مكان إيه؟ المريض. مكان المريض. أنا هاخد ديت ده وعايز حضرتك تحط نفسك مكان الطاعون. بس عايز أعرف على الرقم بتاعت حضرتك. أيوه السلام. اسم الكريم إيه؟ يعني اسم الكريم